كتب لي على التطور التكنولوجي. موضوع جميل، التطور التكنولوجي والتغير. ولا كتب بحال شي انسان. فكرة رائعة، التطور التكنولوجي ببساطة. زيد بالسطو. واو، كتفكري بطريقة ذكية. عباد الله، ويكون قصير. بكل تأكيد أو أقصى. لا 2 سطور. لا عندكم، انا ما دايرش هكا. انا قبل ما نسولو كنقول ليه سلام كي داير بخير. هذا المخلوق بان البارح واليوم ولا اول حاجه تيقصدها الواحد الا عنده شي سؤال، ماشي غير تشات جي بي تي. الذكاء الاصطناعي بصفه عامه ولا مسهل الحياه ولا مطلوب بزاف كمهاره. الاي اي، شوفوا كاع الدراري اللي باغيين يديروا هذا التوجه، انا اليوم نفرقع هذا الرمانه ونقول لك شنو المدارس اللي دير باش تمشي بعيد في الدومين وترجع فيها. جبت 2 مدارس، وحده في تارودانت وحده في بركان، وبالسميه يبان لكم البرهان. المدرسه الوطنيه للذكاء الاصطناعي والرقمنه بركان تقدر تخليها ورا الباك نيشان، او الا كان عندك واحد من هاد لي ديبلوم. المدرسه الوطنيه العليا للذكاء الاصطناعي بتارودانت غتخليها فقط الا عندك واحد من هاد لي ديبلوم. درتي هادي ولا هادي راك غتاخذ ديبلوم مهندس متخصص في الذكاء الاصطناعي، واللي غيكون مشنشطها في السوق من هنا لقدام. وبيني وبينكم الله تعيينا محتاجين ادمغه مسلمين اللي يمشيو بعيد في هاد المجالات، وتلاحوا راه هذا هو المستقبل.